اول قصه في سلسله الناجحون يكون بطل مغربي ولد الشعب بدا حياته من تحت الصفر. لكن قبل ما نبداو القصه، الى عجبكم هذا المحتوى كنتمنى تشتركوا في القناه لتقديم الدعم المعنوي باش نكملوا، حيت هذه السلسله نقدموا فيها بزاف ديال الابطال اللي قدروا يبدلوا حياتهم وخلاو قصص اللي نستافدوا منها كاملين. بسم الله، نبداو القصه ديالنا. الحاج ميلود الشعبي كتعتبر القصه ديالو قصه اسطوريه، حيت فيها بزاف ديال الكفاح والقتال من اجل الاهداف اللي تقدر تكون عند بزاف منا غير احلام وهميه. ولا قلنا اسطوريه راه فعلا اسطوره هذا السيد بداكشي اللي قدمه للناس والمجتمع ديالو. باش تبدا من راعي غنم الى اكبر الكيانات الاقتصاديه في المغرب وافريقيا وصاحب الكثير من الاعمال الخيريه، خاص يكون عندك الطموح والقوه، واهم حاجه التوفيق من الله. كما سمعتوا، الحاج ميلود الشعبي تزاد في 1929، كان راعي غنم في ضواحي الصويره. كانت عنده أسرة فقيرة بحيث كانوا ما كيلقاوش القوت اليومي ديالهم، لدرجة أن أخوه الصغير توفى من تأثير الجوع ونقص الغذاء، وكان عندهم الجفاف اللي ضرب 8 سنين متتالية. واحد النهار كان ميلود مقابل الأغنام ديالو، ما عليه ما به، حتى كيجي واحد الديب هاجمو وكلا ليه واحد النجا. الدري تخلع منين شاف هاد الشي، ولكن الخوف الاكبر كان من بوه، حيت كان صعيب وخاف منه لدرجه انه قرر هرب لمراكش في ذاك السن. يعني ولد 15 عام جلس تما شي 2 سيمانات حيتاش ما لقاش الخدمه. من بعد يقلب الاتجاه لجهه القنيطره، وتما بدا كيخدم في مجال البناء كمساعد. وكان الهم ديالو ديك الساعه غير يصور الماكله ديالو. بقى هكا كيتقاتل 5 سنين. منين دار 20 عام قرر يدير شركة ديالو خاصة بالبناء والعقار. ما تسمعوش الشركة ويسحاب لكم بيرو والسي ميلود لابس الكوبو، لا، الشركة كانوا فيها 3 ديال الناس وهو الرابع. وكما كنعرفوا في ديك الساعة، يعني 1948، كان المغرب مستعمر. الوسط العقاري ومجال الأعمال والمال كان تقريبا حكر على المستعمر، من غير بعض التجار اليهود وشي عائلات قلال اللي كانوا من المغرب، اللي خلى السي ميلود يرفع من التحدي والمنافسة ويتقاتل حتى كون شركة متعددة التخصصات، من عامل بناي خدام بأجر هزيل إلى مؤسس أكبر إمبراطورية مالية اللي كتستحوذ على القطاع الاقتصادي. وبسبب الاجتهاد ديالو والتوفيق الإلهي قدر ميلود يدير بزاف ديال الشركات، من صناعة الرخام وصناعة الكرتون والتغليف وأسواق السلام والفنادق وبنوك وبزاف ديال المشاريع. السيد ما شاء الله كان طموح، اي حاجه كيدخل ليها، اللي خلاه يكون اكبر شركه ليه واللي هي شركه ينا القابضه. وينا هي كلمه امازيغيه وكتعني الام، اللي ضم ليها اكثر من 40 شركه مختلفه التخصصات. راك الدوخ اخويا ما شاء الله. وهادشي كامل خلاه يدخل عالم السياسه واللي كان جد ناجح فيها، وساهم في العديد من الانجازات. والحاج ميلود الاعمال ديالو ما كتقتصرش غير على السياسه والاقتصاد، وانما كان الله يرحمه رجل بر واحسان، حيث استغل الثروه ديالو بزاف ديال الاعمال الخيريه، وكانوا عنده بزاف ديال المشاريع للجمعيات الانسانيه. المهم الحاج ميلود الله يرحمه كان رجل وطن، وساهم في تطوير العديد من المجالات داخل الوطن. انا بديت بهذه السلسله حيت فاش كنت صغير قريت عليه وعجبتني القصه ديالو. واخا هو مات الله يرحمه في 2016، لكن التاريخ ديالو باقي عايش معانا. نتمنى هاد القصة تعجبكم ونستافدوا منها، وما تنساوش الدعم. تهلاو.